السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأخبار جديدة. في البداية ما تنساش تضغط لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان العلم والإيمان. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون بعنوان الإيمان والعلم، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقصان أبدا، ومؤكدا في بيان اليوم أن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع ويبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة أمس. ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير لقيادات وزارة الأوقاف بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية وجميع العاملين بالأوقاف على اختلاف درجاتهم الوظيفية لنجاحهم في عملهم في عودة صلاة الجمعة في المساجد. وتابع جمعة أخص بالذكر جميع الأئمة والقائمين على العمل بالمساجد على ما بذلوه من جهد يذكر فيشكر في الإعداد المتميز لعودة صلاة الجمعة، مما أدى إلى إتمام الصلاة بلا أي مخالفات أو تجاوزات، ولله الحمد الذي أكرمنا بوعي وحضارة شعب مصر العظيم. وفيما يلي ضوابط فتح المساجد لصلاة الجمعة التي وضعتها وزارة الأوقاف، تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق، مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين، ارتداء الكمامة، إحضار المصلاة الشخصية، فتح المساجد قبل الصلاة ب10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، عدم فتح دورات المياه، عدم فتح أو دور المناسبات، عدم زيارة الأضرحة، عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية أو أفراح أو عزاء أو نحوه، عدم السماح بصلاة الجنائز بالمساجد، فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم إقامة الجمعة في المسجد. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي. في النهاية لو عجبك الفيديو متبخلش عليها بلايك، ولو أول مرة بتشوفنا وتسمعنا اشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد.